ومش هخبي عليك يا صديقي، انا واحد من ضمن الناس اللي كنت تعليم فني، ولما دخلت الكليه اتعرضت لمواقف كتير جدا جدا صعبه في المواد. ومن اشهر المواقف يعني اللي تعرضت لها ان انا شلت رياضه واحد. بص يا صاحبي، انت عايز الحق ولا عايز ابن عم؟ انا بقول خلينا في الحق احسن، ومع ان الحق ساعات بيزعل ولكن خلينا في الحق احسن. انت كطالب تعليم فني لازم تعرف ان انت حمار تعليم. انا مش قصدي ان انت عقليتك عقليه حمار، انا قصدي ان انت التعليم بتاعك حرفيا تعليم صفر. هتقولي يا عم عبود انت كلامك صح، لان في ناس بتتفوق وفي ناس بتدخل هندسه زيك كده مثلا، وفي ناس بتجيب 95% و99%. هل الناس دي برضو من ضمن الحمير؟ هقول لك يا صاحبي ايوه، الناس دي من ضمن الحمير، ولكن بشرط واحد، لو الناس دي عايزه تكمل كليه زي كليه هندسه. طيب يا عم عبود انا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوله ده. بص يا صاحبي، انت لو جيت تقارن نفسك بطالب ثانويه عامه، فهتلاقي ان طالب ثانويه عامه ساكن في الدور العاشر وانت حرفيا قاعد في البدروم تحت. طالب ثانويه عامه باللي بيتعلمه راكب الاسانسير وطالع زي الصاروخ، انما اللي انت بتتعلمه موقفك مكانك ما بتتحركش. فلو جيت تبص هتلاقي ان المشكله مش مشكلتك انت، المشكله مشكله المنظومه التعليميه اللي بتعلمك. خلينا متفقين كده ان طالب ثانويه عامه الليفل بتاعه عالي جدا عن الليفل بتاعك. طيب السؤال اللي بيدور في ذهنك دايما باستمرار واللي بيجي لي كتير جدا جدا جدا، عم عبوده انا عايز اعرف انا محتاج اعمل ايه علشان اقدر اكمل كليه هندسه، ومحتاج اعمل ايه علشان ابقى متفوق زي طالب ثانويه عامه في كليه هندسه. بص يا صاحبي، بكل بساطه انا لسه قايل لك من شويه ان طالب ثانويه عامه الفكر بتاعه او المنتاليتي بتاعته اعلى منك بمراحل جباره. وده مش معناه ان انت مترمخ او ان انت ما بتفهمش او ان انت ما بتعرفش تفكر، لا بل بالعكس خالص. الفكره كلها ان طالب ثانويه عامه درس الاساسيات كلها اللي هو محتاجها في كليه هندسه، وكمان درس الاساسيات اللي تفيده في اي كليه تانية، مش شرط بس كليه هندسه. على الصعيد التاني اللي هو انت حضرتك انت كطالب تعليم فني يعتبر انت ما بتدرسش اي حاجه تفيدك في اي كليه على الاطلاق. انت المواد اللي انت بتتعلمها او المواد اللي انت بتدرسها في التعليم الفني بالنسبه لك امبورتنت جدا ومهمه، ولكن مش ده التعليم اللي يخليك متفوق في كليه هندسه. اكبر دليل على الكلام اللي انا بقوله لك ده، اسال اي واحد جايب 99 او 98 في معهد فني او حتى في ثالثه دبلوم، وقول له بس انا عايزك تاخد عامل مشترك في اي مساله رياضيه، يقول لك يا صاحبي بكل بساطه يعني ايه عامل مشترك؟ لو جيت اسالك وانت في دبلوم تعالى حل لي معادله من الدرجه الاولى، هتقول لي انا اصلا ما اعرفش يعني ايه معادله من الدرجه الاولى. وعلشان كده يا صاحبي انت مشكلتك مش مع كليه هندسه نفسها، انت مشكلتك مع المواد اللي في كليه هندسه نفسها. وطبعا يا صاحبي قلت لك كتير جدا ايه اهم المواد اللي انت لازم تبقى داخل الكليه وانت على الاقل معاك الاساسيات بتاعتها، ولكن اهم ماده فيهم وكلنا نعرفها هي الماثماتيكال، الرياضيات. حرفيا يا صاحبي لو انت بتفكر ان انت تدخل كليه زي كليه هندسه، فانت بنسبه 85 او 90%، ودي نسبه كبيره جدا، انت دايما في المواد بتاعتك بتتعرض للرياضيات. صدقني يا صاحبي التقدير اللي انت بتجيبه 98 او 99 في المعهد الفني او حتى في المعادله بتاعت الدبلوم الفني، كل ده ارميه في الزباله، مش هيفيدك باي حاجه خالص في كليه زي كليه هندسه. فالمفروض اللي انت تفهمه من الموضوع ده ان انت محتاج في كل اجازه عندك قبل ما تاخد خطوه كليه هندسه ان انت على الاقل يبقى معاك الاساسيات بتاعت الرياضيات اللي هي الرياضيات الصح. تقدر تدور على اليوتيوب رياضة 1 رياضة 2 رياضة 3 وتبدأ ان انت تتعلم الاساسيات بتاعت الرياضيات، علشان لما تدخل الكلية تلاقي نفسك متأقلم مع الكلية والدنيا بالنسبة لك سهلة. ومش هخبي عليك يا صديقي، انا واحد من ضمن الناس اللي كنت تعليم فني، ولما دخلت الكلية اتعرضت لمواقف كتير جدا جدا صعبة في المواد. ومن اشهر المواقف يعني اللي تعرضت لها ان انا شلت رياضة 1. والموضوع ده ما يأثرش عليك بالسلب خالص، لان انت واحد عارف قدراتك وانت ما تعرضتش لاي حاجة زي كده في الصنايع او في الدبلوم او في المعهد الفني. كل اللي انت بتدرسه ده كان عك، كل اللي انت كنت بتدرسه ايام المعهد وايام الدبلوم ده عبث، ارميه في الزباله وراك بجد حرفيا والله العظيم يعني. فتخيل كده ان انت اول محطه بالنسبه لك حقيقيه ان انت تبقى في كليه هندسه وبتتعرض لمواد كليه بحجم كليه هندسه. الموضوع بالنسبه لك هيبقى صعب جدا ان انت تتاقلم مع المواد دي. انت اوريدي تتاقلم مع الوقت، ولكن هياخد منك مجهود كبير جدا وهيبقى الموضوع بالنسبه لك في الاول صعب. بما ان واحد يا صاحبي خط التجربه قبلك وسابقك وماشي مع القطر اللي هو مسابقك بكام محطه، فانا بقول لك من دلوقتي حالا لو بتفكر ان انت تدخل كليه هندسه اهتم جدا 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 بالرياضيات، واوعى تسقطها منك، لان صدقني
هتدمرك اول ما تدخل الكليه. على فكره يا صاحبي، موضوع الانجليزي ده موضوع تافه جدا جدا جدا، ما تشغلش دماغك بيه، لان اللغه في الكليات عموما بتبقى لغه يعني لغه تخصص، يعني مش اللغه اللي هي ايه انت لازم تبقى فاهم انجليزي ولازم تتعمق في اللغه، لا، الموضوع بيبقى لغه تخصص، فالموضوع بالنسبه لك ما بيبقاش صعب، الموضوع بيبقى سهل جدا جدا جدا. بما اني بتكلم معاك مع ماده من اهم المواد في كليه هندسه، الرياضيات، هتلاقي الرياضيات محشوره في كل حاجه بالنسبه لك، محشوره في الكيمياء، في الفيزياء، في الميكانيكا، كل حاجه هتلاقيها محشور فيها الرياضيات. فعشان كده انا بقول لك اهتم جدا جدا بالرياضيات، شوف اي حد اتعلم منه اذا كان اونلاين او اوفلاين، ولكن لو انت مهتم فعلا بكليه هندسه ركز على الرياضيات. صدقني لو داخل الكليه وانت متعلم الاساسيات بتاعت الرياضيات الصح، بعيدا عن العك العبثي اللي انت درسته في الدبلوم، هتدخل الكليه هيبقى مفيش فرق ما بينك وبين طالب ثانويه عامه ابدا، بل بالعكس هتبقى انت احسن منه، وهتبقى بتفهم اكتر منه، وهتبقى كويس عنه، وهتجيب كمان تقديرات احسن منه. ممكن دلوقتي واحد يسال سؤال يقول لي يا عم عبوده، طيب انا واحد كويس جدا جدا في الرياضيات وشاطر جدا جدا ومتفوق في الرياضيات ومش عارف ايه والكلام ده كله، احب اقول لك ان الرياضيات اللي انت بتدرسها اذا كانت في صنايع او في المعهد، ارجوك اركن كل ده على جنب وابدا ان انت تتعلم رياضيات ثانويه عامه. حرفيا يعني في فرق شاسع يا جماعه. طيب يا صاحبي، اي ان الموضوع وصلك يعني والفكره واصله لك، وانا بتكلم بكل سلاسه وبكل بساطه اهوت. يا رب يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك. يلا سلام.